منظمة الصحة العالمية أدرجت مادة الأسبرتام كمادة قد تكون مسرطنة، ومن ساعة ما الخبر ده اتنشر وبالطريقة اللي الخبر ده اتنشر بيها الناس ابتدت تخاف وتبانك كتير. فتعالوا بينا نفهم إيه الموضوع ده. دلوقتي انا جاتلي كذا مسج بالموضوع ده فعلا، والناس فعلا بتفريك اوت علشان ازاي حاجه انا بستخدمها ومتعود عليها وفجاه الاقيها بتجيب كانسر. وده خلاني اخش واقرا واشوف الخبر نفسه، وفعلا في خبر على الويب سايت بتاع WHO عن الاسبرتام، بس مش انه خلاص بيجيب سرطان. هم صنفوه كماده احتمال تكون بتسبب سرطان، وعندهم 3 مستويات للتصنيفات دي. المستوى الثالث عندهم هو المواد اللي مش بتسبب سرطان. المستوى الثاني عندهم مقسوم لمستويين، 2 ألف غالبا بتسبب سرطان، 2 ب ممكن تكون بتسبب سرطان. وبالمناسبه الاسبرتام في 2 ب اللي هي ممكن تكون بتسبب سرطان. والمستوى الاول هي المواد اللي بتسبب سرطان، خلاص كل الابحاث عنها اثبتت ان هي بتسبب سرطان. ولسه اللي انا بقوله لحد دلوقتي ده حاجه مخيفه لو انت ما دورتش او ما فهمتش الكلام كويس. فتعالوا نشوف ايه اللي مع الاسبرتام في الليسته 2 ب من المواد اللي ممكن تكون بتسبب سرطان. عندك البنزين، عوادم السيارات، الدراي كليننج، الهواتف الذكيه، سمارت فون، المخلل، بودره التلج، حمض الكافييك اللي موجود في القهوه. طبعا واضح جدا ان اغلبنا يا بيستخدم قاصد يا بيتعرض وهو مش قاصد للليسته ديت، يمكن كل شويه مش كل يوم. وفي نفس الوقت الاخبار مش بتفضل تقول لك كل يوم خلي بالك من المخلل ده محطوط من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب سرطان. فانا مش عارف ليه الاسبرتام اغلب الانفلونسرز حاطينه في دماغهم او حاطينه تحت الميكروسكوب. فتعالوا طيب نشوف الداتا بتقول ايه والابحاث بتقول ايه بدل ما نقعد نسمع اخبار وخلاص. هل في داتا او ابحاث بتقول ان في لينك بين الكانسر والاسبرتام؟ ايوه في، لو دورت ممكن تلاقي دراسات بتقول كده، بس اللينك ده مش كونسيستنت، يعني ما نقدرش نلاقيه كل شويه ونكرره في كل بحث. يعني في اخر دراستين عن الموضوع ما كانش فيه اي لينك ظاهر بين الاسبرتام والكانسر ككونكلوجن للدراسه دي. حتى الدراسات اللي بينت ان في علاقه، في حاجه مهمه جدا بناخد بالنا منها واحنا بندرس الكارسينوجينز او مسببات الكانسر، وهي الجرعه. جرعة مهمة جدا في مسببات السرطان. فالتدخين مثلا كمسبب للسرطان، كل ما تكون الجرعة بتاعته زادت او الشخص اللي احنا بندرسه بيدخن اكتر، كل ما المخاطر باحتمالية حدوث سرطان ليه بتكون اعلى. بس مع الاسبرتام حتى ساعات مش بنلاقي ان الاستجابة متسقة مع الجرعة. يعني في دراسة حديثة قارنوا فيها الاستهلاك العالي والمعتدل للاسبرتام، ولقوا ان المخاطرة بحدوث كانسر بتقل للناس اللي استهلاكهم عالي، وده مش منطقي. ولكن المنطقي ان احنا لو بصينا للموضوع بشكل علمي اكتر وطبي اكتر، هنلاقي ان اللي بيعمل حاجة صح او حاجة غلط غالبا مش بيعمل الحاجة الصح دي لوحدها ولا الغلط لوحدها. يعني احنا عارفين ان اللي بيستخدم الاسبرتام او غيره من المحليات الصناعية غالبا بيكون شخص عايز يخس. في الاغلب اللي عايز يخس ده بيكون وزنه عالي او عنده سمنة. الناس اللي عندها سمنة بتكون مخاطر الاصابة بالسرطان عندها اعلى بكتير. ده في الابحاث بنسميه confounding variables او التباس في المتغيرات. يعني هل خطورة الاصابة بالسرطان دي بسبب ان الناس دي بتستخدم الاسبرتام فعلا، ولا بسبب ان هم اوريدي وزنهم عالي وان الوزن العالي والسمنة المفرطة بتسبب زيادة في خطورة الاصابة بالسرطان؟ انا ما بقولش ان الاسبرتام هيلثي، ولا بقول ان انت ما ينفعش تستخدم الاسبرتام، ولا بقول ان انت لازم تستخدم الاسبرتام. انا كل اللي بقوله ان الداتا بتقول ان الليسته اللي محطوط فيها الاسبرتام مش الليسته اللي انت المفروض تخاف منها، وان الليسته دي غالبا موجود فيها حاجات مش هتكون مسرطنه في الاخر بعد البحث الكافي عنها، بس هي محطوطه المواد دي في الليسته دي للحذر، لتكمله الابحاث على المواد اللي في الليسته دي، علشان يا اما نطلعها كاتيجوري يا اما ننزلها كاتيجوري، مش لتسبيب اي هلع او لتنبيه الناس ان انتوا لازم تبطلوا المواد دي.